سمعوا معايا السيد شنو غادي يقول على الحراقه ديال مدينه سبته المحتله. راه المغرب ما غيعطيش واسبانيا ما غتعطيش. هذا ولد سيدنا اللي كيقول باللي هو حاليا عايش في امريكا وباللي كان عايش من قبل واحد 10 سنين في المغرب وقدر انه يدبر على فرصه من امريكا ومشى باش يخدم، وباللي حتى هاد الشباب ديال سبته كان خاصهم يبقاو صابرين ويقلبوا على راسهم على فرصه احسن اللي خلات ان شركه امريكيه تخدمني وانا مازال في المغرب. وقبل ما نجاوبوا على هذا الغزال اللي هو واحد من بزاف اللي كيدافعوا على الدوله بطريقه غير مباشره، فكاين واحد الفكره كتعاود بزاف وهي ان الانسان خاصو يقلب على راسه وما خاصوش يتسنى الدوله توفر ليه العيش الكريم. هذه الفكره فيها واحد الجزء صحيح لان اي واحد خاصو يخدم وخاصو يجتهد، ولكن فيها جزء كبير اللي ناقص وهو ان الدوله اصلا ما كايناش غير باش تجمع الضرائب وتنظم الانتخابات. الدوله الدور ديالها الاساسي هو تخلق الظروف اللي تخلي المواطن يقدر يخدم ويعيش بكرامه. كراني باقي دابا عندي 32 عام كنقول لك والحكومه ما عطاتنا والو، نتمناو الحكومه الجايه. ملي المواطن كيخلص الضرائب وكيخلص التافيه في كل حاجه كيشريها فمن حقه انه يتسنى واحد التعليم مزيان وصحه مزيانه واقتصاد اللي كينتج فرص الشغل. ماشي معقول نقولوا للمواطن دبر راسك وفي نفس الوقت نعفيو الدوله من المسؤوليه ديالها. راه حتى البنك الدولي ومنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه كيعتبروا ان خلق فرص الشغل مسؤوليه ديال السياسات العموميه وماشي مسؤوليه المواطن بوحده. اما بالنسبه للناس اللي كيقولوا ان الفرص موجوده خاصهم يسولوا راسهم واحد السؤال اللي بسيط: واش الفرص اللي كاينه في المغرب واش هي اللي كاينه في المانيا وكندا وهولندا؟ الجواب بطبيعه الحال هو لا. المغرب الدخل الفردي ديال المواطن كيوصل تقريبا 4 مليون و140 الف ريال، بينما دول متقدمه كيوصل فيها هذا الرقم لاكثر من 40 مليون او حتى 60 مليون. وهذا الرقم كيعني شركات اكثر ومصانع اكثر واستثمارات اكثر وصاليرات كبر، لانه ملي الاقتصاد الاسباني مثلا كيكون كبر ب 10 المرات فعادي انه يكونوا عدد الفرص كبر ب 10 المرات. اذا الفرصه ماشي غير مرتبطه بالذكاء وبالاجتهاد ديال كل واحد فينا، ولكن حتى بالبلاد اللي كيتزاد فيها ذاك الانسان. عجيب بلاتي باقي ما سالت لكم. فعلى حسب منظمه العمل الدوليه والبنك الدولي كيقولوا ان البطاله في المغرب كتلعب في حدود 13%، بينما البطاله عند الشباب كتوصل لاكثر من 37%. هذا الشيء كيعني انه من بين 3 ديال الشباب غير واحد فيهم اللي خدام. دابا هنا كاين اللي غيقول الا ما لقيتش خدمه نوض دير المشروع ديالك، ولكن الواقع كيجاوبك وكيقول لك باللي ما يمكنش اكثر من 300 الف شاب كيتخرجوا كل عام كلهم ينوضوا يفتحوا مشاريع بلا اللي ما قارينش في مره ولا اللي يخرجوا في واحد المستوى ناقص. المشروع حتى هو خاصو كليان وخاصو راس المال وتمويل، والا كان المواطن اصلا الدخل ديالو ضعيف غادي يستهلك قل وبالتالي حتى المشاريع غادي تلقى صعوبه انها تنجح. وراه كاين اكثر من 50 الف مقاوله صغيره كدير فايت كل عام، يعني الناس راه باغيه تخدم ولكن نسبه النجاح ضعيفه بزاف. ولا عاودنا رجعنا للبنك الدولي غنلقاو باللي قال ان المغرب محتاج اصلاحات كبيره باش يقدر يخلق اكثر من 1.7 مليون فرصه عمل من دابا ل 2035. وهذا راه البنك الدولي ما غيخاف لا مني ولا منك ولا من الدوله. دابا نرجعوا للموضوع ديال الهجره اللي كاملين متفقين باللي حنا ضد الهجره غير الشرعيه ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه، ولكن السؤال المنطقي هو علاش الاف المغاربه كيغامروا بحياتهم باش يوصلوا لاسبانيا ولا لدول اوروبيه؟ واش لانهم ما بغاوش يخدموا؟ بالعكس اغلبهم مستعدين يخدموا اي خدمه، ولكن كيشوفوا ان نفس المجهود اللي غادي يديروه في المغرب يقدر يجيب لهم صالير كبر وفرص اكثر في بلاد اخرى. وهاد الناس راه ما هاربينش عباد الله غير من الفقر، بل هاربين باش يلقاو سبيطار مزيان وباش يلقاو مدرسه مزيانه، والاهم من هادشي كامل باش يلقاو الكرامه ديالهم. والدليل على هضرتي ان الطبيب كيشد 18000 درهم من الفوق ولكن كيهرب لاوروبا، المهندس كيشد زباله فلوس ولكن حتى هو كيهرب، الفريلانسرز اللي كيدخلوا مزيان من الانترنت هربوا حتى هما، اللي مشى لتايلاند اللي مشى لشي قرينه ثانيه. وهنا غنرجع للاخ مول الفيديو اللي حتى هو فجاته فرصه هرب للمغرب ومشى لبلاد الكفار، وكيقول للشباب جلسوا في بلادكم واجتهد، حيت راه امريكان هي اللي خدماتك ماشي المغرب هو اللي خدم. انت زاديتي في المغرب درتي مجهود متفقين تبارك الله عليك، ولكن راه امريكان اللي عطاتك الفرصه ماشي بلاد، والدليل هو انك مشيتي تعيش عند امريكيين وما بقيتيش في المغرب. ونزيد نسولك واحد السؤال واللي هو واش في راسك شحال من مغربي خدامين مع الشركات ديال الولايات المتحده الامريكيه؟ كندوي هنا على امازون، كندوي على السوشيال ميديا، يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، انستغرام، مبرمجين، ديزاينر، فريلانسرز، عموما ما كاينش رقم رسمي ولكن التقديرات كتقول باللي ما يفوق 500 الف مغربي غيكونوا خدامين مع هاد الشركات الامريكيه وكيدخلوا العمله الصعبه للبلاد وكيعيشوا معاهم عائلاتهم. نزيدك معلومه ثانيه ان اكثر من 130 مليار الدرهم كتدخل كل عام للمغرب من الجاليه المغربيه اللي كاين واحد النسبه كبيره منهم اللي هاجرات بالحريق، وهاد الناس كيهزوا واحد الثقل على الدوله كبر من اللي كيهزوه قطاعات قدا حيت راه كيعتقوا تقريبا 4 المليون عائله اللي كل ما كانوش هما كون راه اغلبيتهم كيسعاو اولا كيحرصوا عليهم الشركات بجوج دريال. راه فاش كتعطيك الفرصه ديالك وتبدا تصوفي ساهل تبدا تقول للناس انه خاص يخدموا وخاص يجتهدوا وما يتسناوش الدوله تعطيهم، ولكن خاص نخرجوا شي شويه من الصندوق ونقولوا الحقيقه ديال ان الفرص في المغرب اقل بزاف من عدد البشر اللي فوق هذه الارض. دوزو بخير.